السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فيديو جديد من قناة مرعي على اليوتيوب. قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت تدعم الفيديو ده باللايك والسبسكرايب، ما تنساش تفعل زر الجرس لو مش مفعله عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. ويا هلا بالعودة يا شباب، والله العظيم وحشني. الواحد بقاله كتير ما قعدش قعدة زي دي، ولا فتح كاميرا ولا تصور ولا اتكلم في الكورة. يا ما جا احلاها ليالي الفاينل والله، يعني ربنا ما يعيدها ايام. الحمد لله الحمد لله خلصنا امتحانات وفايق لكم. كنت بس مستني الاهلي يلعب علشان الدوريات اللي بره لسه ما اتفرجتش على ماتشات، لسه دوري الابطال هيشتغل كمان شويه اصلا، فقلنا ايه نلحق نتكلم عن ماتش الاهلي بسرعه. هنتكلم عن ماتش الاهلي مع وادي دجله اللي خلص بنتيجه 3-1 للنادي الاهلي. سجل الثلاث جوان للنادي الاهلي مروان عثمان وزيزو وتريزي جول، اللي مسجل لغايه دلوقتي مع الاهلي 12 جون، هداف الفرقه. هتقول لي إيه تريزيجيه بتاعنا احنا؟ هقول لك تريزيجيه بتاعنا احنا جايب 12 جون معانا، ما تسالنيش ازاي. 5 دوري ابطال افريقيا و6 دوري مصري وجون في السوبر المصري اللي هو بدأنا بالتشكيله. طبعا اختلف عن ماتش يانج افريكانز اللي انا برضو ما لحقتش اتفرج عليه عشان كنت بره. محمد الشناوي في حراسه المرمى، وياسر ابراهيم، ياسين مرعي، محمد هاني، كوكا، ديانج، مروان عطيه، امام عاشور، زيزو وتريزيجيه ومروان عثمان. اقدر اقول لكم بكل بساطه ان مروان عثمان ده ولد هايل جدا جدا وجاي جدا جدا، بس مش عارف ليه حاسس ان لسه بدري عليه شويه. مش عارف، حاسس خطوة الاهلي لسه كبيرة، بس هو يعني جاب جون بس بالهيد، محدش بيبصيله. تحس ان اللعيبة من التانية مستصغراه، يعني انت جاي وسط بقى زيزو وتريزيجيه وامام عاشور وبن شرقي ومش عارف ايه، انت اللي هتيجي واحنا اللي هنخدم عليك، فاهمني؟ الله اعلم برضو يعني عشان ما نظلمش حد، بس بحس ان هو ده التفكير يعني. بس محمد الشناوي يا جدعان، والله هفضل اهاجم محمد الشناوي لغايه امتى؟ يا اخي انا بصد عنك يا اخي حرام عليك بقى. من امبارح الموقع بتاع الكوره عمال تنزل التصدي اللي يا عم ما كانتش كوره عملت لها كده وخلاص خبطت فيك وصدتها. يا جدع حرام عليك والله العظيم بقى، خلاص زهقنا والله العظيم، زهقت ان انا اشتم فيك وان انت مفيش حاجه بتقدمها، لا قديم ولا جديد ولا اي حاجه. مفيش. ما لعبتش السنه دي كلها غير ماتش جنوب افريقيا مع المنتخب، حرام عليك. غير كده انت ما قدمتش ماتش في كاس العالم حلو غير ماتش انتر ميامي، هو ده اللي حلو. ماتش بالميراس كنت زي الزفت، وماتش بورتو كنت 3 4 50 زفت في بعض. خلاص مش هتكلم. خط الدفاع بتاعك زي ما هو حلو كده كده. يا وادي دجله فرقه تقيله، ولكن ما عملتش هجمات عليك خطيره للدرجه غير في الاخر، بس بعد ما خرجت امام عاشور. احنا بقيه الحلقه هنتكلم عن امام عاشور بس. يا جدعان بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا جدعان، والله العظيم فارق عن لعيبه الدوري المصري كلهم بمراحل. ده اللي يستاهل تديله 200 مليون فعلا، و300 و400 مليون. بجد يا جدعان امام عاشور فعلا امهر اللاعبين، من احسن اللاعبين اللي جم. حاجه كده بقى شفتهاش بقالك كتير، جوده وكواليتي وباص وجوان وشوط وكل حاجه بيعملها حلوه بسم الله ما شاء الله. جامد جدا يا جدعان، امام عاشور جامد جدا جامد جدا جامد جدا، وبان جدا الفرق امبارح لما خرج في الماتش بتاع الاهلي بتاع امبارح ضد وادي دجله. كان باين قوي الفرق بتاعه لما خرج. بس حابب اقول لكم ان دي هتبقى حلقه بسيطه، ما اتكلمناش فيها عن فنيات كتير، مفيش فنيات كتير. يسترب ارفع لك القبعه يا معلم، انت جامد، مدرب الى غايه الان. عايزين بقى نكسب دوري ابطال افريقيا معاك بقى، نكسب بقى دوري ابطال افريقيا معاك بقى، ودلعنا بقى السنه دي بقى، عشان احنا بقى لنا كتير ما شفناش فرحه لا مع المنتخب ولا مع النادي. فانت بقى اللي بسيطنا بقى، ونكسب بقى دوري ابطال افريقيا على حساب بيراميدز. يا ريت تبقى ظبطتها معانا ظبطه للتاريخ. بس حلقة بسيطة، 4 دقايق ونص اهو، زي الفل. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، واحلى تحية لاصحابي اللي في الكلية اللي هيدلعوني كومنتات وشيرات. ها انا معتمد عليكم بعد الله طبعا. سلام.